كل سنة وانتم طيبين. واكيد بعد الفتة واللحمة والرقاق محتاجين حاجة تطر علينا، ومفيش احلى من قدرة قادر نعملها دلوقتي. هجهز اول حاجة طبقة الكراميل عشان الاظرف اللي بتيجي عمرها ما بتكون كفاية. نص كوباية سكر في الطاسة على نار متوسطة لحد ما يسيحوا كويس، واضيف عليهم ربع كوباية من المية واقلبهم، وعلى طول هقفل عليهم النار عشان ما يتحرقوش. هو ده اللون بالظبط اللي احنا عايزينه. هصب الكراميل في القالب اللي هعمل فيه الكيك، واحط معاه برده اللي بيجوا مع الاظرف واوزعهم كويس في قعر القالب. هبتدي اجهز طبقة الكريمة. انا مستخدمة قالب مقاس 24. حطيت 5 كوبايات من اللبن وعليهم 3 اظرف من الكريمه الجاهزه، ولكل ظرف هحط معلقه كبيره من اللبن البودره. والمكون اللي هيدي طعم وقوام مميز جدا هي بودره الكاسترد. حطيت معلقتين كبار، وممكن تستبدلوها برده ببودنج الفانيليا لو متوفر عندكم. قلبتهم كويس على نار متوسطه لحد ما تقلوا بالشكل ده، وعلى طول هصبهم على طبقه الكراميل بس بشويش عشان مش عايزه اسيحه والشكل يبوظ. هسيبهم على جنب بقى يجمدوا لحد ما اجهز الكيك. كوبايتين دقيق، ربع كوبايه من الكاكاو، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من البيكنج صودا، رشه ملح، واقلب مواد الجافه في بعضها. في بوله تانية احضر المواد السائله. احط بيضتين وعليهم الفانيليا، كوبايه الا ربع من السكر. هضربهم في بعض كويس لحد ما السكر يدوب ويبقى قوام فلافي ولونه فاتح. ممكن تعملوه مضرب الكهرباء او ممكن حتى تحطوها في الخلاط. بعد ما تضربوا كويس اضيف نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الزيت، واديهم مع بعض تقليبه اخيره سريعه. وكده خلاص جاهزه. واحط المواد السائله على المواد الجافه واقلبهم في بعض كويس لحد ما يبقى عندي قوام كيكه تقيل قوي. انا بحب القدره قادر تبقى الكيكه فudgy شويه، فدلوقتي هضيف نص كوبايه من الميه السخنه عليها معلقه كبيره من النسكافيه. ممكن تحطوا نص كوبايه لبن سخن او نص كوبايه ميه سخنه بس لو مش حابين طعم القهوه في الكيكه. قلبهم في بعض كويس، وهو ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه للكيكه بتاعتي. وعامة قدرة قادر ممكن تعمل بكيكة فانيليا، مش شرط شوكولاتة، وبتكون طعمها احلى كتير. الكريمة كانت خلاص جمدت بدرجة حرارة الغرفة. ابتدي احط عليها خليط الكيك. اكتر غلطة ممكن تبوظ منكم الكيكة ان انتوا تحطوا خليط الكيكة على الكراميل من غير ما يمسك. لازم يكون ماسك كويس قبل ما احط عليه خليط. دي اسويه بقى، احطه في حمام مائي واحط معاه معلقتين خل عشان الصينية بتاعتي ما تبوظ. ادخلها فرن على درجة حرارة 180. هتحتاج تقريبا ساعة. سيبها تبرد في حرارة الغرفة، بعدين ادخلها التلاجة وهي لازم تتاكل ساقعة. تاني يوم بعد ما سقعت كويس حطيتها 30 ثانية بس في حمام مائي علشان اقدر اقلبها بسهولة. خلاص كده احلى كيكه للعيد جاهز. ممكن تستخدموا اي قالب تحبوه. انا بحب القالب ده علشان بيحوش في نص الكراميل كتير. اول ما بقطعها الكراميل ده بينزل، الكيكه بتتشربه وبيبقى خطير. هو ده حرفيا اللي انا ببقى عايزاه كل مره بعمل فيها قدره قادر. خدوا من الكراميل ده اكسترا بقى، حطوه على القطعه بتاعتكم. لو مشيتوا على الخطوات دي بالظبط عمرها ما هتبوظ منكم تاني. وبس كده.